أهلا وسهلا بيكم معانا ومعاكم الفنان الجميل جدا الرقم واحد الفظيع خالص الشهم قوي محمد أحمد محمد. شكرا جدا 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 ليكم، والله أنا ممتن جدا إن أنا معاكم النهاردة. أنت منورنا يا فنان. ده نور حضرتك والله. شوف يا فنان، أنت دلوقتي قدام جمهورك، تقدر تقول لهم إيه هي رسالتك اللي بتقدمها من خلال أعمالك؟ شوف، أنا أحب أشكر قوي الجمهور اللي عملني، واللي لولا بعد ربنا ما كانش اسم محمد احمد محمد يشوف النور ابدا. اه، طبعا الفنان ما هو الا جمهور ورساله راقيه بيقدمها له لهذا الجمهور الرائع. بالظبط. ولاجل ده احب اقول لجمهورنا العظيم ان انتم والله ولا ليكم اي لازمه. خليكم كده قاعدين مستنيين نشكل في وعيكم، ولا ليكم لازمه ولا ليكم قيمه ولا احنا اصلا شايفينكم. بسم الله. ايه اللي انا سمعته ده؟ وانه طبعا لولا وعي الجمهور ما كانش الفنان ابدا يقدر يبدع. عظيم عظيم. في سؤال دايما بيوجه لحضرتك، بالاخص ان انت عملت ادوار فيها عنف كتير. هل الفنان بيعيد تشكيل المجتمع ولا بيجسده؟ سؤال لطيف جدا. طبعا احنا ما نقدرش ان احنا نشكل وعي المجتمع، بالعكس احنا كل اللي احنا بنعمله اننا مش بنشكل وعيه، ده احنا بنهتك وعيه. ده انا لوحدي اول فيلم عملته معدلات البلطجه زادت في المجتمع 9 اضعاف. مجتمع ايه ده اللي نجسده؟ ما شويه الرعاع دول عندهم حاجه تستحق التجسيد. انا مش بشكل المجتمع، ده انا بشوهه. بس كده اهو كده اهو كده اهو بعصره وبنزل منه شويه صغيرين كده اهو بلطجيه وتنفين وكتاكيت كده. انت مفتري، انت طلعت كارثه. وانا ازاي كنت بتفرج عليك؟ مع بنك موني كاش هنخليك تحقق كل احلامك. عايز عربيه خد، عايز فلوس بسرعه البرق خد، عايز تكبر فلوسك خد قوي قوي يا فندم. من ناحيه هتاخد فانت هتاخد على قفاك. عربيه ايه ديت اللي عايز تشتريها بال 5000 بلطوش اللي بتقبضهم دول؟ ده انت كحيان يالا. ده انت كحيان يالا مصطفى يالا. بكلمك انت يالا، انت كحيان يا مصطفى. ايه الهبل ده؟ انت ايه؟ مش فاهم ايه الناس دي؟ في ايه؟ يا مصطفى. ايوه، قلت لك انك كحيان يا مصطفى. انت كحيان يالا. طب بس بقى يا عم انت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 1915 هينزل فيلم هيكسر الدنيا اسمه ذا بيرث اوف نيشن، وده كان أول فيلم طويل يتعرض في السينما. فيلم هيعتبر تحفة فنية بسبب التقنيات اللي أول مرة تستعمل فيه، زي المونتاج والموسيقى التصويرية. الدنيا اتطورت خالص. بطل ابيض بيحارب الاشرار عشان ينقذ بلده، والاشرار دولت ما كانوش فضائيين ولا ناس بترتكب جرائم اباده زي ما انت متخيل، ولكن الاشرار دولت هم اصحاب البشره السوداء. المخرج قدم جماعه الكو كلوكس كلان او الكي كي كي على انهم الابطال الشرفاء اللي بيحموا الناس من السود اللي مكانهم حديقه الحيوان وما ينفعش يبقوا عايشين مع البشر. مجموعه من المجرمين الشهوانيين اللي وجودهم بيشكل خطر على المجتمع، وده طبعا مش كلامي. الفيلم نجح لدرجة إنه هيتعرض في البيت الأبيض نفسه بحضور الرئيس، وبعد أيام من عرضه هتحصل الكارثة. الجماعة العنصرية دي أصبحت بتملك الشرعية عند الناس في إنها تعمل اللي هي عايزاه في أصحاب البشرة السوداء، وبقى بينضم ليهم الآلاف بسبب الفيلم، وبدأت موجة جديدة من جرائم الكراهية ضد السود في أمريكا، ولكن المرة دي مش برعاية المسؤولين بس، لا ده النهارده برعايه الشعب نفسه. المواطن الابيض ده اكتر مواطن تم استغفاله على مدار التاريخ كله. يعني عندك مثلا في مره امريكا كانت عايزه تستعمر الفلبين، فقالوا للامريكان والله احنا هندخل الفلبين عشان نخلصهم من الاستعمار الاسباني، والامريكان طاروا من الفرحه. وبعد سنين اكتشفوا ان الحكومه بتاعتهم دخلت صفه المقاومه الفلبينيه بالكامل. شعب مغفل جدا والناس واخده عنهم فكره مش حقيقيه خالص. المهم ان الفيلم اتسبب في ان جماعه ارهابيه زي الكوكلوكس كلان بقت بتمارس جرائمها لاول مره على الفضائيات. ازاي مجرد مشاهد مصطنعه بترسخ في ذهن ملايين البشر لدرجه ان هم يغيروا الواقع السياسي والاجتماعي في امريكا في وقتها. الحقيقه اعزائي الكباتن، الموضوع مش بالصدفه. الفن والسينما والاعلام ما كانتش ابدا ولا هتكون مجرد ادوات تسليه، لا،
دي ادوات مدروسه بالملي، بل ومتصممه مخصوص لاعاده تشكيل الوعي، ادوات بملايين الدولارات ومئات التخصصات عشان يبني لك بطل او يخترع لك عدو او يزرع فيك خوف او حتى يغير قناعتك من غير ما تحس. تنام بالليل محمود موشن جرافيك تلاتيناتي، تصحى تلاقي نفسك مختل زي خواكين فينيكس في الجوكر 2019 كده. مرفوضه يا معلم. الحقيقه ان الادوات اللي استخدموها زمان في صناعه الافلام الصامته اتطورت وما زالوا بيستخدموها لحد النهارده، بس بطرق اذكى ومؤثره اكتر، واستعانوا فيها بعلوم زي علم الاجتماع وعلم النفس وعلوم الاتصال والاعلام والانثروبولوجيا وعلم الالوان والصوتيات وليله كبيره جدا حضرتك. الاعلام يا اعزائي الكباتن يقدر بالتكرار يغرس جواك قيم جديدة، يقدر كمان يحدد لك تفكر في ايه وامتى تفكر فيه، والموسيقى والالوان والايحاءات تحت الوعي بتتحكم في مشاعرك. اما الخوارزميات فدي عملت اللي مفيش مخرج ولا صحفي يقدر يعمله، تقدر تشكل وعيك وتعيد كتابة الواقع بتاعك. خليني اقول لك سنة 1914 وبعد ما قامت الحرب العالمية الاولى، الصحافة البريطانية وصفت الالمان بكلمة واحدة: هانس. لا يا ابو الكباتن بلاش الامهات بقى، انا مش عايزك تقلق يا صديقي، هي كلمه عاديه جدا الا انها مرتبطه تاريخيا بالبرابره اللي اجتاحوا اوروبا في العصور الوسطى. فبمجرد ما القارئ بيشوف الكلمه منتاليتي كده بيربط الالمان بالوحشيه والتخلف، حاجه كده زي ولاد العم او الخنازير او المثلث الاحمر او المسافه صفر، كلها حاجات انا وانت فاهمينها، لكن لو ترجمناها حرفيا بالانجليزي محدش يفهم اي حاجه. لازم نحكي القصه بتاعتها. عالم الاجتماع إيرفينج جوفمان سنه 70 في كتابه فريم اناليسيز اللي معناه تحرير الاطار او يعني تحرير اللقطه، شرح ان اي معلومه بيتم ادراكها من خلال اطار بيحدد احنا هنفهمها ازاي. الاطار هنا اللي هو العدسه بتاعه الكاميرا اللي بتشوف بيها المعلومات، مجموعه من الافتراضات والخلفيات والمشاعر والسياق بتخلينا نفسر السياق او المشهد اللي احنا بنشوفه بطريقه معينه. عارف انك مش فاهم اي حاجه، فاسمح لي اديك مثال. عندنا مثلا فيلم ذا دارك نايت 2008، الجوكر بيحكي قصته على ان هو اتجرح في وشه وبيحكي لكل شخص قصه مختلفه. دلوقتي احنا عندنا هنا 3 اطر مختلفه. الاطار الاول لو صدقت قصه الجوكر ان هو اتعذب من والده فانت هنا بتشوفه كضحيه للمجتمع. الاطار الثاني لو صدقت ان هو عمل كده بنفسه عشان يثبت فلسفته هتشوفه كفيلسوف فوضوي. الاطار الثالث لو ركزت على ان هو بيكذب وبيغير قصته هتشوفه شخص بيناور وبيستخدم القصص عشان يخوف الناس بيها. نفس المشهد بس كل اطار بيغير تفسيرك لشخصيه الجوكر بالكامل. الكلام ده بقى ما كانش بيحصل زمان. عندنا مثلا الحرب العالميه الاولى في 1914 ل 1918، وزارات الاعلام البريطانيه والالمانيه كانت بتستخدم الفكره دي بشكل بدائي. بدل ما يقول لك الالمان عدو، لا، يرسموهم في كاريكاتير في شكل وحوش ضخمه ويكتب لك تحتها الخطر على الحضاره الانسانيه. ثقافه دس السم في العسل دي كانت لسه مش سائده. التاثير النفسي اللي بيستخدم دلوقتي ده مدروس بالحرف، وهو ده يا سيدي علم النفس الادراكي. لما دخل الاعلام والسينما في الثمانينات على ايد 2 اسرائيليين متخصصين في علم النفس الادراكي، دانيال وعاموس. الاخطر من كده بقى ان الاعلام في العالم مش بس بيختار لك الخبر، لا ده كمان بيختار لك المنظور اللي هتشوف بيه العالم. وده معناه اننا في غالبيه الاوقات مش بنحكم بعقولنا، ده احنا بنحكم عن الخبر من خلال الاطار اللي تصدر لنا منه الخبر. في واحده من اشهر مقولات وزير دعايه هتلر جوزيف جوبلز اللي قال فيها اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. جو الصراحه راحه ده ما بيكونش مع استاذ جوزيف، ده تقريبا مولود في شهر ابريل. والجمله دي هتاخدنا لمفهوم قوه التكرار. في 1917 الامم المتحده اسست لجنه اسمها كريل كوميتي، كان هدفها هو تعبئه الشعب الامريكي للحرب العالميه الاولى. وانا هنا احب ابدل الادوار واسال، هل في علاقه ما بين دور اللجنه دي وما بين تخصصات زي الصحافه والسينما؟ اكيد لا. على الرغم من كده الا ان اللجنه استعانت بكتاب وصحفيين وفنانين ووزعوا ملايين الملصقات والمنشورات، وكلها بتكرر نفس الرساله: الالمان دولت وحوش ولازم نحارب. ومع التكرار في الصحف والاغاني والاذاعات ملايين الامريكان دخلوا التجنيد متطوعين عشان يقاتلوا قوى الظلام الالمانيه في وجهه نظرهم ساعتها. مش بقول لك الامريكان دولت مغيبين، ما كذبوش خبر وتحولوا في عربيات الجيش زي الخرفان. وهو ده الفالس ميموري او الذاكره الوهميه اللي درسها متخصصين زي واحد اسمه اليزابيث، واللي اثبتت ان الذاكره البشريه ممكن تتشكل بالتكرار. ومن قبله حد زي هيرمان إبنجهاوس، واللي لما كان بيختبر منحنى النسيان عند البشر لقى ان التكرار المنتظم بيزرع المعلومه في الذاكره على المدى الطويل. ومن قبلهم احنا كنا قاطعين على الاكتشاف ده. مش التكرار بيعلم الشطار؟ سابقين لعصرنا بسم الله ما شاء الله علينا. خد بالك ان اعلان تجاري تافه ممكن يتعرض عليك 20 مره سواء في اعلانات يوتيوب او تلفزيون وتشوفه في اكتر من فيديو، يتسبب في ان عقلك يبدا يتعامل مع الرساله نفسها ان هي طبيعيه. التكرار بيصنع لك واقع بديل ويرميك فيه، لدرجه ان في ناس ممكن تموت وتقتل دفاعا عن فكره اتكررت 1000 مره
في اعلان ولا في جريده لحد ما بقوا بيدافعوا عنها ويستميتوا عشانها. الانسان اعزائي الكباتن بيستجيب للرموز قبل ما يستجيب للكلام. الطفل مثلا ممكن يتعلم يشاور على الاكل قبل ما ينطق الكلمه نفسها. عشان كده في كتب الاطفال بنلاقي انه لما تيجي تتحط المناهج بنلاقي صوره الشمس وجنبها الاسم، لان الطفل هيفهم الصوره اسرع من الكلمه. العقل البشري بيتعامل مع الرموز زي ما الاديتور بيتعامل كده مع الكنترول زد، مجرد ما بيضغط عليها بترجع له الامور كما كانت قبل ما تبوظ. والحقيقه دول زرارين مش متوفرين في الحياه الواقعيه، فيا ريت تشوف التسليم اللي وراك قبل الكلاينت ما يبان لك. مثلا في الحرب العالميه كان في ملصق دعائي شهير جدا اسمه انكل سام او العم سام، الراجل الكبير اللي لابس الوان العلم الامريكي وبيشاور بايده كده كانه بيقول لك انضم للحرب. مش عارف اجيب لك ازاي يا استاذ عم سام والله، بس يعني انت صورتك متعلقه عندنا في التكاتك. بعيدا عن اللي احنا عملناه فيه، ولكن صدق او لا تصدق، الملصق ده كان سبب ان مئات الالاف يدخلوا الحرب متطوعين. دي مش مجرد رسمه، دي مجموعه من التفاصيل المدروسه بعنايه. الالوان زي الاحمر والازرق والابيض مش صدفه. الاحمر بيدي احساس بالقوه والخطر، الازرق يوصل رساله ثقه وطمانينه، والابيض رمز للنقاء. النقاء يتسبب في قتل 16 مليون و500 الف انسان، بس زي ما قلت لك يعني الاعلام يقلب لك توك توك فيراري. عندنا هتلر مثلا ما اختارش الصليب المعكوف اعتباطا كده، ولا الوان زي الاحمر والاسود والابيض جت بشكل عشوائي. النازيين كانوا فاهمين ان الالوان بتحفز المشاعر عند الانسان. الاحمر اثاره وحماس، والاسود قوه وهيمنه، والابيض نقاء عرض. نقاء قتل في الحرب 25 مليون انسان. ده نقاء في البوتاجاز اطرافه محروقه ومنفوخه. الدراسات النفسية في القرن العشرين أثبتت إن العقل البشري بيربط ما بين الألوان وما بين السلوك. في الخمسينيات مثلا بدأ يظهر مجال زي الكولر فيسيولوجي أو علم نفس الألوان، وطبعا شركات الإعلانات كانت أول ناس تبنت العلم ده. فبدأنا نشوف وقتها إن كل المطاعم تقريبا كانت بتستخدم لونين زي الأحمر والأصفر، ودول مع بعض بيحفزوا الإنسان للجوع السريع. وحاجة مثلا زي البنوك وشركات التأمين لجأت للون الأزرق عشان بيدي ثقة وطمأنينة للعميل. الحملات الانتخابية مثلا بتتبني على اختيار اللون. وكذلك في عصر السوشيال ميديا الالوان بقت بتشتغل على مستوى اسمه اللاوعي، مع ان مفيش حاجه اسمها لا وعي اصلا، بس هي جمله بترمز للاوقات اللي وعي الانسان فيها بيغيب بنسبه كبيره، زي لما استغفر الله العظيم يعني يسكر. عندك مثلا زرار زي زرار اللايك الازرق او شعار اللون الاحمر، حاجات صغيره جدا بس بتخليك مدمن عليها. فاللي بيحصل هنا ان الصوره واللون والرمز مش مجرد زينه، دي ادوات اعاده برمجه لوعيك بالكامل. اللي يقدر يتحكم في الرمز اللي انت بتشوفه بشكل يومي يقدر يحدد لك ايه اللي هتحبه وايه اللي هتكرهه، مين هتشوفه بطل ومين هتشوفه عدو، مين هتشوفه اعظم صانع محتوى ومين هتشوفه دقه قديم. الحقيقه زي ما شفنا فمن بدايه 1900 بدا علم النفس ياخد وضعه. سيجموند فرويد واحد من مؤسسين العلم ده هو اللي قال ان الطفل الرضيع بيرغب جنسيا في امه، واللي قال ان المراه تشعر بالنقص لانها يعني لا مؤاخذه في الكلمه لا تملك قضيب مثل الرجل. استاذ فرويد بالمناسبه يعني ما كانش بيبني ابحاثه بناء على تجارب واختبارات، ده كان بيرمي التاتش بتاعه وتيجي زي ما تيجي. بس ما علينا يعني. المهم ان فرويد نشر كتابه عن تفسير الاحلام وفتح الباب لفكره ان بيبقى في لحظات كده الانسان فيها بيبقى مغيب، وان لحظات التغييب دي لو استغلت تقدر تحرك الانسان في الاتجاه اللي انت عايزه. وتقريبا سيجموند قال الكلام ده في قعده عشاء في بيت اخته، فابن اخته ادوارد بيرنز سمع الكلام ده وقرر ان هو يستغل العلم ده في الاعلانات وفي السياسه. انا مش عارف ايه العيله اللي ما تعرفش ربنا دي، مفيش منهم مره واحد عطس والتاني قال له الحمد لله ولا يرحمكم الله مثلا. المهم يعني ان ادوارد اثبت ان الخال والد حرفيا. العرق دساس والولع عل على خاله في مستوى قله الادب. بالمناسبه ادوارد ده اللي بيتسمى ابو البروباجندا الحديثه، والواد اول ما شطح نطح يعني. عمل حمله خلى الستات في امريكا تدخن السجاير. كان التدخين وقتها فعل محرم اجتماعيا، بص حواليه وقال لك الستات طالعه اليومين دولت في مده النسويه وحريه العمل وحريه المراه. قال لك طب حلو ده هاتوا معانا. قام منسق مع مجموعه من عارضات الازياء وطلب منهم يولعوا سجاير من نوع لاكي سترايك في نص العرض وقدام الصحفيين. وقبلها كان عند الصحفيين بيقول لهم ان في مجموعه من نشطات الحركه النسويه هيولعوا شعلات الحريه. الصحفيين بالفعل حضروا والعارضات ولعوا السجاير. تاني يوم الصحف اتملت منشتات النساء يشعلن شعلات الحريه. ومن ساعتها التدخين أصبح رمز للحرية والتمرد عند الستات في أمريكا. وطبعا مبيعات السجاير ارتفعت بنسبة ضخمة جدا، وهي دي كانت فكرة فرويد عن الرغبة اللاواعية، واللي قال انها المحرك الاساسي للسلوك الانساني. ببساطه فرويد ما باعش سجاير، ده باع هويه جديده للمراه كانت وما زالت فوق طاقتها وحملها. لجنه كريل في امريكا ما صدقت ووظفت علماء اجتماع عشان يقيسوا
رد فعل الناس على هذه الرسائل. ده في الوقت اللي جوبلز فيه في ألمانيا كان عنده إدراك عميق بأن الإعلام مش مجرد كلام خطابي، دي عملية علمية تقدر تسيطر على الإنسان. وفي الخمسينيات بدأنا نسمع عن حاجة زي الميديا افكتس ستاديز، دراسات كاملة بتقيس ازاي فيلم أو خبر ممكن يغير إرادة الناس، وزي نظرية الغرس الثقافي أو الكالتيفيشن ثيري اللي بتقول ان التعرض الطويل للتلفزيون بيخلق عندك صورة مشوهة للواقع، زي الاعتقاد ان العالم مليان جريمة لمجرد ان انت شفت مسلسل فيه جرام كتير قوي. ده في مختبرات بتجرب وبتختبر، في بيانات بتتحلل، ومناهج كاملة بتطبق عشان بس يضمنوا ان الرسالة توصل لك وتترسخ. من اول ما ظهرت حاجات زي الصحافة والاذاعة والتلفزيون كانت الهيمنة في ايد اللي عنده منبر اكبر وصوت اعلى، لكن مع ظهور الانترنت حصل انقلاب. الخوارزميات ببساطة يا كباتن مش مجرد معلومات، دي عبارة عن عقول إلكترونية بتكرر لك إيه اللي يظهر وإيه اللي ما يظهرش. فيسبوك، انستجرام، تويتر، يوتيوب، يعني معلش يعني عشان الخوارزميات لها ودان. على هذه المنصات مش انت اللي بتختار المحتوى اللي انت بتشوفه، الخوارزمية هي اللي بتختار لك. هي ببساطة بتقرأ اهتماماتك وعاداتك، بل وحتى مواعيد صحيانك ونومك، وترسم لك عالمك الخاص. في 2016 شركة بريطانية اسمها كامبريدج متخصصة في تحليل البيانات والتأثيرات على العامة مسكت حملة دونالد ترامب الانتخابية، واستخدمت بيانات متاخدة من ملايين الحسابات اللي على الفيسبوك بدون علم أصحابها. متخصص في البيانات اسمه ألكسندر عمل تطبيق من تطبيقات اختبر نوع شخصيتك، واعرف انت شبه مين من الفنانين، واختبار الذكاء. نوعية التطبيقات اللي بتلاقي ابوك منزلها على الفيسبوك عنده ونزل صورته جنب براد بيت ويقول لك بس لو ما كانش شعري خشن، حاجه كده زي الباميه بموز، حاجه مالهاش اي علاقه ببعض. المهم يعني ان التطبيق كان بيطلب من المستخدمين يعملوا اختبارات شخصيه قبل التسجيل، وكمان يوافقوا على مشاركه بياناتهم. ولكن عشان تسجل دخولك لازم تسجل دخولك بحساب فيسبوك، وتوافق على مشاركه بياناتك، وتوافق على شروط الاستخدام اللي كانت بتسمح للتطبيق بجمع معلوماتك الشخصيه. وفي الفترة دي فيسبوك كان مفتوح أكتر من اللازم، وكانت بتسمح للتطبيقات ياخدوا بياناتك بل وبيانات أصدقائك كمان، حتى لو الأصدقاء اللي عندك ما وافقوش. ألكسندر سلم البيانات دي لشركة كامبريدج، الشركة خدت البيانات دي وبنت قاعدة معلومات نفسية لكل مستخدم. هل الشخص ده بيميل للليبرالية ولا شخص محافظ؟ هل بيتأثر بالمحتوى العاطفي ولا المحتوى العقلاني؟ وبناء على ده بدأوا يوجهوا إعلانات سياسية لكل شخص عشان يأثروا على قراره في التصويت، والنتيجة إن 87 مليون مستخدم بياناتهم اتسربت، وكانت فضيحة بجلاجل وش خليل لكل الأطراف. يعني بدل ما كان زمان الناس كلها بتشوف نفس الإعلان، دلوقتي كل شخص بيشوف رسالة معمولة لشخصيته هو. اللي بيخاف من المهاجرين هتظهر له أخبار بتتكلم عن جرائم المهاجرين، اللي عنده نزعة قومية هتظهر له فيديوهات تمجد في ولايته أو في بلده. وبالطريقة دي قدر شوية خوارزميات مع شوية مختصين في علم النفس إنهم يوجهوا نتائج الانتخابات ويأثروا في استفتاءات زي البريكسيت في 2016 اللي كان استفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. الخوارزميات مش بتكتفي بعرض المحتوى اللي على مزاجها ومزاج اللي بيوجهها، لا دي بتلعب على دايرة الإدمان اللي اتكلمنا عنها في حالة تعفن الدماغ. يوتيوب مثلا في 2012 غير سياسته عشان تناسب الفيديوهات الطويلة واللي مليانة إثارة للجدل، لأنها بتخلي الناس تقعد وقت أطول على المنصة بتاعتها. وفي دراسة عملتها جامعة MIT في 2018 اكتشفوا إن الأخبار الكاذبة بتنتشر 6 مرات أسرع من الأخبار الحقيقية، وده بسبب طريقة عمل الخوارزمية. لو جوبلز وزير الدعاية في ألمانيا كان محتاج راديو وخطيب شاطر عشان يكذب، فدلوقتي الاي اي يكتب لك مقال، يصمم لك صور، ويحلل مشاعرك ويعرف ايه اللي يضحكك وايه اللي يخوفك. يعني انت النهارده مش بس بتتاثر بفيلم او خبر، انت عايش جوه فقاعه اتبنت حواليك بالمقاس. زمان كانوا بيشكلوا وعي الشعوب بالسينما والصحف وبالمسرح وبالاذاعه، النهارده الوعي بيفصل على مقاس كل شخص لوحده. اول ما بتصحى الصبح تفتح فيسبوك او تيك توك تفتكر ان انت شايف الدنيا، لكن في الحقيقه انت شايف نسخه معموله مخصوص عشانك، عشان تزرع جواك فكره او اتجاه من غير ما انت تحس اصلا. زمان البروباجندا كانت واضحه، بوستر ضخم، خطبه اذاعيه، فيلم في السينما، لكن دلوقتي البروباجندا بقت اذكى واخفى بكتير قوي. مش هتقول لك اعمل كذا، لكنها هتهيأ لك الجو اللي تخليك تستنتج الفعل لوحده. وهي دي حروب المعلومات او الانفورميشن وورفير. الدول ما بقتش تبعت دبابات لبعض، دي بقت بتبعت جيوش الكترونيه، بوتات وحسابات وهميه بتغرق تويتر وفيسبوك بملايين البوستات عشان تغير الاتجاه العام في العالم كله. والاخطر من ده كله هو الحركات المزيفه او الفيك
موفمنتس، حملات او حركات تبدو شعبيه لكن في الحقيقه هي متصممه من فريق تسويق، هاشتاجات وفيديوهات بتتعمل باحترافيه وتنتشر في كل مكان لحد ما الناس تصدقه وتحبه. ممكن يبقى الفيك موفمنت هنا في برنامج منتشر على السوشيال ميديا في الظاهر ان هو حركه تثقيفيه وراها فريق عمل شبابي، لكنها في حقيقه الامر حركه مموله بتغير هويه جيل بالكامل، وليهم طرقهم اللي معاها مستحيل تحس ان اللي انت بتتفرج عليه صاحب اجنده او تمويل. بخفه دم وشويه جرافيك على سكريبت رايترز ممكن يغير وعي جيل بالكامل، بل زي ما شرحنا ده ممكن يغير المعتقدات كمان، ومن بجاحته ممكن يعتمد على مصادر مدعومه من نفس الناس اللي بتموله. كمان ظهر مفهوم الميمز كسلاح اعلامي جديد، الميم مش مجرد صوره بتضحكني، دي وسيله بتزرع افكار في عقلك من غير ما انت تاخد بالك. دراسه في جامعه اوكسفورد سنه 2019 اثبتت ان الميمز السياسيه بتتشارك بمعدل اسرع 3 مرات من المقالات او الاخبار الجاده، يعني سلاح السخريه نفسه بقى اداه بروباجندا. واللي يخلي اللعب اخطر ان الخوارزميات دي بتدي افضليه للي يثير المشاعر، للي يضحك اكتر واللي يخوف اكتر واللي يغضب الناس اكتر، ولما يتواجه ان هو مجرد فيك موفمنت بيدس السم في العسل يسخر من الفكره نفسها فيقطع اي امل عند اللي بيحاولوا يكشفوه. واصبحت النقاشات بدل ما تبني وعي بقت المنصات نفسها بتشجع على الاستقطاب والانقسامات. وده مش مجرد كلام، ده تقرير فيسبوك الداخلي سنة 2018 موجود فيه بالنص ان الخوارزميات بتعزز وبتدعم الانقسامات، وده لانها ببساطة بتحقق تفاعل اعلى، والنتيجة هي اننا ما بقيناش عايشين في عالم واحد، بقى كل واحد فينا عايش في عالمه الخاص، في فقاعاته وفي معلوماته، وبيتهيأله ان رأيه هو الغالب واللي بيشوفه بيصدقه هو ده الصح. وده اللي خلى السيطرة على البشرية بقت اسهل جدا، من اول فيلم ذا بيرث اوف نيشن سنة 1915 لحد حركات السوشيال ميديا اللي شغاله النهارده من برامج وصناع محتوى وغيره. الخيط واحد، الفن مش بريء والميديا عمرها ما كانت مجرد تسليه، دي اداه من اخطر ادوات تشكيل العقول. اللي اتغير مش الهدف، اللي اتغير هو الوسيله. زمان كانت الكاميرا والسينما والاذاعه، النهارده بقت الخوارزميات والذكاء الصناعي والميمز، لكن في الحالتين الهدف واحد، انك تفكر زي ما هم عايزينك تفكر وتختار من غير ما تحس ان انت اتدفعت في مكان معين. وده بيطرح علينا سؤال مهم جدا، هل احنا النهارده فعلا احرار في اختياراتنا؟ النصيحه هنا مش ان انت تبطل تستهلك محتوى لان ده مستحيل، النصيحه هي انك تبقى واعي للمحتوى اللي انت بتتابعه قبل ما تصدق اي صوره، قبل ما تنجرف ورا اي ترند، قبل ما تحب وتتعلق بصانع محتوى لمجرد ان هو متدرس له وفاهم ازاي يعلقك فيه، لمجرد مثلا ان هو واخد كورسات في التمثيل عشان يعجبك وعارف ان هو لو ناداك باسم لطيف هيعلقك بيه عشان يحسسك بالحميميه، لمجرد ان هو دارسك وعارف معاناتك وبيستغلها عشان يسيطر عليك، عارف ان انت لو سنك صغير فانت في الغالب بتعاني من الوحده، فيعمل لك حلقات عن اهتماماتك زي الانمي او الكيباب، ويبدا في الحلقه ان هو يداعب عاطفتك ويحسسك ان انت صاحبه، ويجي في الحلقه اللي بعدها يمرر لك الافكار اللي هو عايز يمررها لك من البدايه. اسال نفسك مين وراه وليه طالع دلوقتي ومين المستفيد ان انت تصدقه. لو لقيت الاجابه تبقى ساعتها بس خرجت بره اللعب. وفي الاخر الوعي مش ان انت ما تتاثرش لان كلنا هنتاثر، الوعي هو انك تبقى عارف ان انت بتتاثر فتختار لنفسك الطريق. على مدار 5 شهور نشرت لك 20 حلقه اتصوروا في 15 شهر، والنهارده بختم معاك السيزون الاول بالحلقه رقم 20. على مدار 20 حلقه كتبت لك وقدمت لك حاجه شايف انها تقوي وعيك وفهمك للواقع وللتاريخ ولنفسك. قبل كل الكلام ده هقدر اقولها بكل اريحيه اني كنت وما زلت وهفضل من ضمن اكتر صناع المحتوى اللي حركهم خوفهم عليك وحبهم ليك وشعورهم العميق بان وعيك امانه هنتسال عنها. ومن خلال البرنامج ده رميت لك الطوق اللي لو مسكت فيه هتطلع من تحت الميه اللي غرقوك فيه وترجع تتنفس تاني وتعيش الحياه اللي ربنا وهبها لك. وهم سجنوك في اوضتك قدام حلقاتهم وسحلوك في دوره ادمانيه ما بتخلصش في السوشيال وجوه عقلك. جايز انت ما تعرفش عن نفسك كتير لكن انا عارف، شفت كل تعليقاتك وكل رسايلك الجميله، وكمان شفت انتقاداتك كتبتها وتعلمت منها. انت شريكي في مشروع حياتي، مشروع كابتن العلوم، وما تقلش اهميه عن الفريق اللي ورا الكاميرات اللي تعبوا معايا عشان نخرج لك الحلقات دي، بل احنا هنا كنا كلنا بنحاول نقدم لك الحلقه في افضل صوره. النهارده بنودع مع بعض السيزون الاول من برنامج كابتن العلوم، السيزون اللي كان مليان احداث صعبه واحداث جميله جدا. ان شاء الله اشوفكم على خير في الحلقه الجايه من السيزون الثاني من برنامج كابتن العلوم. السلام عليكم.